السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حمدي خليفة ودي ضربة مفك. النهارده جبنا لكم مع أقوى مراجعة بين أربع موبايلات هم موبايلات قوية جدا في السوق. الموبايلات دي عاملة شغل كويس، عاملة مبيعات كويسة، موبايل وهنمسك كل موبايل وهنشوف تفاصيل وقوته إيه وأداؤه إيه عشان أسهل لك إزاي تختار بينهم. وخلي بالك كل الموبايلات اللي هنتكلم فيها النهارده على الفئة المتوسطة اللي هي بداية من 15000 لحد 25000. النهارده معانا شركة أوبو، معانا شركة ريلمي، معانا شركة ريدمي، معاك فيفو. الاربع شركات دول منزلين موبايلات قويه جدا في الفئه المتوسطه، هنمسكهم واحد واحد ويلا بينا نشوفهم. اول مره تشوف الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتشترك معانا في القناه عشان تتابع كل ما هو يلا في مجال الموبايل. وهنبتدي مع اول موبايل من شركه فيفو اللي هو في 50 5G. ده كويس وشكله وتصميم جذاب. هنبتدي كده مع بعض، هنمسك تفاصيله بالراحه. اول حاجه التصميم بيجي تصميم انيق جدا من ظهر زجاجي وفريم معدني، متوفر منه كمان بالوان متنوعه. ومش كده وبس، وكمان حاصل على اي بي 68 اي بي 69 مقاوم للغبار ومقاوم للماء. يعني بخصوص الشاشه بقى بتاعته، فالشاشه بتاعته جايه من نوع اميلود، تمام، 6.67 انش. الشاشه هنا معدل التحديث بتاعها اف اتش دي بلس. ومش كده وبس، والتردد بتاعها 120 ميجا هرتز. الوانها زاهيه وبتديك تجربه حلوه جدا تحت الشمس، تحت اشعه الشمس تقدر تشوف كويس خالص. ومش كده وبس كمان، وعندك ادائها جميل جدا، وكمان بتدعم الاتش دي ار 10 بلس، وبتديك تجربه اداء ممتازه جدا في الالعاب. اما ثالث حاجه ومن اهم الحاجات اللي هو الاداء والمعالج. المعالج هنا سناب دراجون 7 جين بمعماريه 3 نانومتر. معانا خيارات، نقدر نختار بين 8 و12 رامات. التخزين الداخلي بين 256 ل 512. اداء جميل جدا، بيديك تصفح قوي، العاب تقدر تشتغل الببجي لغايه 120 فريم بدون تقطيع، حاجه جميله. اما الكاميرات بتاعتنا بقى، بيجي كاميرتين خلفيتين كل واحده فيهم 50 ميجا بكسل، بواحده فيهم الترا وايد والثانيه الكاميرا الاساسيه. بيديك اداء جميل جدا في التصوير الخلفي. ومش كده وبس، وبيدخل معاك في اوضاع البورتريه، وبيدعم لغايه 4K في التصوير. اما الكاميرا الاماميه برضه 50 ميجا بكسل، يعني هنا كله خمسينات بسم الله ما شاء الله في الفيفو في 50. بتديك صوره سيلفي واضحه جدا، وفي الاضاءه الضعيفه وفي الاضاءه القويه. يعني بصراحه جوده التصوير هتعجبك جدا وبالذات في الصوره السيلفي. اما بخصوص البطاريه هنا 6000 ملي، بتكمل معاك اليوم كله بسهوله جدا، وبتدعم شحن سريع كمان بقوه 90 واط. يعني تقدر تشحنها بالكامل في حوالي 45 دقيقه بس مش اكتر. يعني الموبايل بيديك اداء جميل جدا، يعني مش محتاج انك تطول في الشحن، لا هينجز معاك جدا في موضوع الشحن. اما اخر حاجه بقى بخصوص السعر بتاعه ما يقارب 25500 في السوق المصري. ويمكن الخلاصه بنقول كده، لو بتدور على الموبايل بيجمع بين التصميم الانيق كده والاداء القوي والكاميرات المعقوله، الجهاز ده فيفو في 50 5G الجهاز ده مناسب جدا ليك. تعال بقى ندخل على الجهاز الثاني اللي هو ريدمي نوت 14 برو 5G. الجهاز ده جاي بتصميم شيك جدا وقوي وكاميرات عاليه. يلا نشوف مواصفاته. اول حاجه من ناحيه التصميم، فالجهاز ده جاي بتصميم انيق جدا مع فريم معدني وظهر زجاجي، يعني حاجه انيقه كده، متوفر بالوان متعدده، تمام. عندك الريد والروز والجراي وكم لون تاني كمان. ومش كده وبس، وبيدعم كمان الاي بي 68 مقاوم للغبار والماء باي بي 68، يعني تقدر تستخدمه تحت الميه لحد 2 متر بدون اي مشاكل. اما بقى بخصوص الشاشه بتاعته، الشاشه من نوع اميلود 6.67 هنا، ومعدل التحديث بتاعها 120 ميجا هرتز. الالوان زاهيه جدا، السطوع عالي حتى تحت الشمس، وكمان بتدعم اتش دي ار 10 بلس، وبتديك تجربه جميله جدا في الاداء والمشاهده جميله جدا. اما بخصوص الاداء والمعالج، المعالج بقى من نوع ميديا تك دايمنستي 7300 الترا، مع خيارات عندك 8 او 12 جيجا، وتخزين لحد 512 جيجا بايت. وبيديك اداء جميل جدا في التصفح والالعاب، يعني بيشغل معاك ببجي على 120 ميجا فريم بكل بساطه. اما الكاميرات الخلفيه، 3 كاميرات الرئيسيه 200 ميجا بكسل، يعني توب في الفئه دي، مع فتحه عدسه الترا وايد وعدسه مايكرو بدقه 2 ميجا بكسل. والكاميرا الاماميه والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثه 2 ميجا بكسل. اما الكاميرا الاماميه 20 ميجا بكسل، بتديك صوره سيلفي واضحه جميله يعني. بس الكاميرا الخلفيه طبعا خرافه 200 ميجا بكسل. اما بخصوص البطاريه الشاحن البطاريه هنا 5110 ملي امبير، بتكمل معاك يوم معقول جدا، يعني ممكن تدي معاك اليوم باداء كويس. كمان بتدعم شحن سريع بقوه 45 واط. طبعا اللي قبل كده افضل بنسبه 90، لا بس شغاله كويس، يعني تقدر تشحن معاك في حوالي ساعه ونص لحد 100%.
اما اخر حاجه السعر يعني في حدود ال 14500. يعني كده الخلاصه، لو بتدور على الموبايل برضو شيك وكاميرات اداء قويه جدا في الكاميرا الخلفيه، الاداء ده الموبايل ده النوت 14 برو 5G هيكون ممتاز جدا ليك. يلا بقى بينا نخش على ثالث منافس معانا في الفيديو ده، اوبو رينو 13 5G. الموبايل قوي جدا من شركه اوبو، حاجه جميله جدا في الاداء والكاميرات، حاجه جميله جدا. يلا نشوف تفاصيلها. اول حاجه زي ما احنا متعودين من حيث التصميم، الموبايل بيجي تصميم انيق جدا، حاجه جميله جدا، برضو ظهر زجاجي وفريم معدني، متوفر بالوان متنوعه، وكمان مقاوم للماء والغبار باي بي 66 واي بي 68، يعني برضو معاك لحد 2 متر ميه مفيش اي مشكله. اما بخصوص الشاشه هنا عندنا شاشه اميلود، الشاشه هنا بحجم 6.59 من نوع اميلود، ودقه 120 ميجا بت، ومعدل تحديث 120 ميجا هرتز، ومعدل تحديث 120 هرتز، يعني اداء كويس جدا، وبتدعم الاتش دي ار 10 بلس، يعني اداء كويس خالص، حلو تحت اشعه الشمس. اما المعالج بقى، المعالج هنا من ميديا تك، موبايل مزدوج، معامل مزدوج من ميديا تك دايمنستي 8350 مع خيارات 8 و16 جيجا وتخزين داخلي لحد 1 تيرا. الاداء جميل جدا في التصفح والالعاب الثقيله، بيدعم معاك ببجي لحد 120 ميجا 120 فريم ببساطه جدا. اما نخش على الكاميرات والحاجات المهمه جدا. الكاميرا هو متميز بكاميرا الترا وايد 50 ميجا بكسل، عدسه واحده ثانيه 8 ميجا بكسل، والكاميرا الاماميه 50 ميجا بكسل، برضو بتديك سيلفي حلو خالص، وتقدر تصور في الاضاءه، وتقدر تصور في الاضاءه الضعيفه والاضاءه القويه، بتديك صوره حلوه جدا. اما البطاريه والشحن، البطاريه هنا 5600 ملي امبير، اعلى، وبطاريه اداءها كويس، وممكن تدعم معاك لغايه اليوم كامل، وبتديك كمان دعم 80 واط، يعني الجهاز معاك يشحن في حوالي 45 دقيقه، يشحن لحد 100%. اما بخصوص السعر بتاعه فهو 19500. يعني الخلاصه، لو بتدور على الموبايل برضه بيجمع بين التصميم الانيق والاداء القوي والكاميرات المميزه، فاوبو رينو 13 5G اداء حلو وسعر كويس بالنسبه لامكانياته. النهارده رابع منافس والاخير النهارده ريلمي 13 5G. الموبايل ده بيتميز بتصميم حلو جدا، الموبايل بيجي بحاجه خفيفه جدا، وزن خفيف حوالي 173 جرام، وسمك، متوفر بالوان متنوعه. كمان طبعا الاطار نحيف، شاشه ممتده بتدي احساس ممتاز كده في الايد، مسكته مرتاحه جدا في الايد. اما بخصوص الشاشه فالشاشه 6.67 برضو من نوع اميلود. الشاشه هنا معدل التحديث بتاعها 120 هرتز، تدعم الاف اتش دي بلس، بتديك اداء قوي، بتديك الوان زاهيه وسطوع عالي حتى تحت الشمس، حتى تحت اشعه الشمس المباشره. يعني من الاخر كده بتديك اداء قوي جدا ومشاهده جميله جدا. اما بخصوص الاداء فالموبايل بتاعنا بيجي بروسيسور ميديا تك دايمنستي 6080 مع خيارات 6 او 8 او 12 جيجا بايت من الرام، وتخزين داخلي لحد 512 جيجا بايت. الاداء سلس جدا سواء في التصفح او العاب الترجيله، ويدعم معاك ببجي لحد 120 فريم بدون تقطيع. اما الكاميرات بقى بتاعته، الكاميرات الخلفيه 3 كاميرات، الرئيسيه ب 108 ميجا بكسل، يعني اداء قوي جدا، مع 8 ميجا بكسل، والوايد والمايكرو ب 2 ميجا بكسل. اما الكاميرا الاماميه بتجي ب 16 ميجا بكسل، وبتديك صوره سيلفي واضحه وكويسه جدا في الاضاءه الضعيفه والاضاءه القويه. اما البطاريه والشحن، البطاريه هنا 5000 ملي امبير، يعني بتكمل معاك اليوم ان شاء الله وبسهوله، وبتدعم شحن سريع 33 واط، يعني يعتبر تقريبا اقل جهاز عندنا في الشحن السريع اللي هو 33 واط. يعني بتشحن في حوالي ساعه ونص ساعتين لحد ما تفوت. اما السعر بتاعه بيبتدي معانا من 13000 جنيه من اول. يعني لو عايز موبايل اقتصادي، موبايل اقتصادي سعريا، وفي نفس الوقت اداء متميز، كاميرا كويسه، شكل انيق، ممكن ناخد الجهاز اللي هو ريلمي نوت 13 5G. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل. شكرا لكم، دمتم في امان الله.